الواد ابو دهنه ده شكل امه دعياله جامد قوي، لانه سبحان الله هو مرتبط بالمزه العسليه الجامده اللي قاعده قدامنا دي، ودي تبقى لولا. هم دلوقتي قاعدين عاملين لها حفله كده على الضيق عشان بيحتفلوا بعيد ميلادها. دلوقتي بقى عندها 29 سنه، فمتضايقه شويه عشان سنها عمال بيزيد، بس اصحابها بيقولوا لها وايه يعني، ما انت كل ما بتكبري بتبقي مزه احلى من الاول. قاعدين بقى بيحتفلوا بيها وبيغنوا لها والدنيا جميله، والواد ده عامل نفسه لذيذ بقى وكده، عمال بيستخف دمه قدامهم، بس على الله حكايته يعني. نسيب بقى لولا دلوقتي خالص مع اصحابها تحتفل بعيد ميلادها زي ما هي عاوزه، ونشوف ماسيمو ده بقى عيلته كلها عصابات، ويبقى ابنه اكبر زعيم مافيا موجود في ايطاليا، وهو اللي ماسك كل شغل ابوه الشمال ويبقى دراعه اليمين. هو دلوقتي قاعد في اجتماع مع الناس دي عشان ليه فلوس عندهم، وعمالين بيعملوا عليه فيلم كده مش تمام. هو لغايه دلوقتي عمال بيتكلم معاهم بالذوق، وبيقول لهم نخلص بقى الموضوع ويدوا له كل الفلوس بتاعته بنسبه المكسب اللي كانوا متفقين عليها، وهم مصممين ان هم ياكلوا عليه الفلوس، وعمالين بيقولوا له اي كلام. قال لهم يعني انتوا شايفين كده يبقى تمام. فجاب لهم 2 بس من رجالته عشان يثبتوهم مكانهم ويقفلوا عليهم المكان، وطلع لهم شويه فضايح كده خفيفه من بتاعتهم، هو ماسك زله لكل واحد فيهم عشان لما يعملوا معاه دنيئه زي ما بيحصل دلوقتي يخليهم يتظبطوا تاني. يعني الولايه الحيزبونه دي اداها شويه صور ليها وهي بتخون جوزها، وقال لها شوفي بقى فضحتك الجميله لو الصور دي وصلت لجوزك وعيالك شافوها. ووشها جايب الوان من اول ما شافت الحاجات اللي هو اداها لها، وعمل نفس الحكايه مع الجدع ده، هو كمان اداله شويه فضايح ليه خلته سكت خالص. دماغه متكلفه قوي، وده بقى شغل المافيا الاصلي، عشان كده ابوه معتمد عليه في كل حاجه. وكده خلص الموضوع مع الناس اللي كان قاعد بيتكلم معاهم دول، وخد بعضه على طول وطلع الطياره بتاعته الخاصه، ومعاه ماريو ده الدراع اليمين ومدير اعمال ابوه، واخوه الصغير موجود معاه هو كمان. دلوقتي هم في طريقهم لابو ماسيمو، وهو موجود في بلد تانية بيخلص صفقه هناك، وكلهم لازم يبقوا موجودين معاه عشان هم بيعملوا الصفقه دي مع عصابه تانية بتنافسهم، والدنيا مش سالكه خالص. هم خلاص كده وصلوا المكان اللي ابو ماسيمو قاعد فيه بيتفق على الصفقه مع العصابه التانية، قاعدين بيظبطوا الدنيا وبيتكلموا في تفاصيل الشغل، بس الكلام كده شكله مش عاجب ابو ماسيمو خالص، لان شغل الناس دي زي الزفت. عمالين بيقولوا له ان هم بيجيبوا بنات من دول صغيره في افريقيا وكده، وعاوزينه معاهم لانه ببساطه هيقدر يساعدهم ويسهل لهم دخول البنات دي للبلد اللي هم موجودين فيها دلوقتي. وقالوا له كمان لو انت عاوز اي بنت منهم براحتك، يعني خد اللي انت عاوزها، المهم انك تبقى معانا وتمشي لنا الدنيا كده، والمكسب اللي هيجي من الشغلانه دي مضمون وزي الفل. ابو ماسيمو قال لهم لا والله انا المافيا والعيله بتاعتي ملناش في الشغل ده، وانتوا فاهمين حاجه زي كده، فكفايه بقى هالفتره في الكلام معاه لحد كده، لان اللي بتقولوه ده حاجه زي الزفت وشغل مش حلو خالص. زهق منهم خلاص، فنده لهم ماريو عشان يقعد يكمل معاهم، وخد بعضه وقام عشان يشوف ماسيمو واقف بعيد بقاله فتره بيعمل ايه. فقال لماسيمو هو انت سايبني واقف عندك بتبص على ايه؟ قال له لا مفيش، انا بامن الدنيا يعني وكده. قال له بتامن الدنيا، طب هات كده اما اشوف. فلقى الدنيا معاه جميله خالص، سايب الصفقه واللي بيحصل فيها وقاعد بيبص على واحده واقفه قدام. البت دي اللي هي لولا اللي كان عيد ميلادها من شويه، وهي بالصدفه كانت واخده اجازه من الشغل بتاعها وبتقضيها في نفس المكان اللي هم موجودين فيه. ماسيمو اول ما شافها عجبته فنسي الدنيا خالص وقعد يبص عليها، واللي بيحصل ده هي حاجه عاديه بالنسبه لابوه، لانه فاهم ان ماسيمو بتاع نسوان ومبهدل الدنيا وكده. قال له بص بالامانه انا شفت البت، هي بت حلوه، وانا بقى خايف عليك من النسوان الحلوه اللي هتجيب اجلك دي، سيبك بقى من اللي انت بتعمله ده خالص وخد بالك من الشغل، عشان انا لو قمت مت في اي وقت دلوقتي انت اللي هتبقى مكاني. فهتبقى مكاني ازاي بشغل العيال اللي انت بتعمله ده؟ لسه حتى ما كملش الكلمه فجاه كده الناس اللي كان قاعد بيتفق معاهم على الشغل خلصوا عليه، عشان هو شد معاهم شويه في الكلام لانه مش موافقهم على الحاجات اللي عاوزين يعملوها. فقالوا نخلص منه بقى وننهي القلق اللي هو عامله ده. ماسيمو واقف شايف ابوه بيقع قدامه ومش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل، وفجاه بيقع هو كمان لان الطلقه اللي موتت ابوه جت فيه وعملت له اصابه. بيعدي بعد كده 5 سنين، ماسيمو بيكون بقى خف من الاصابه اللي حصلت له، بس مش قادر ينسى موت ابوه لان اللي حصل ده كان صعب عليه، وكمان مش قادر ينسى البنت اللي كان واقف بيبص عليها، وهو ما لحقش يعرف ولا اسمها ولا اي حاجه عنها. قعد يدور عليها في كل مكان بس ما كانش بيوصل لحاجه، وكل الناس اللي حواليه قالوا له يا عم شيل الموضوع ده من دماغك خلاص، هي ممكن اصلا ما تبقاش حقيقيه وانت اللي بيتهيألك من الحادثه اللي حصلت والصدمه اللي انت كنت فيها، والبنت دي ملهاش وجود الا في خيالك انت. بس هو الكلام ده كله ما كانش فارق معاه، هو كان متاكد ان هي موجوده وهيلاقيها، وما كانش شايف او في دماغه اي حد الا البنت دي. الموضوع ده خلاه يسيب كمان البنت اللي كان مرتبط بيها وهي بتحبه، لانه ما بقاش شايف اي حد تاني الا لولا. هو قالب الدنيا عشان يلاقيها ويجيبها تعيش معاه. في يوم لولا كانت ماشيه مع الواد ابو دهنه اللي هي بتحبه ده، وبالصدفه ماسيمو كان في العربيه بتاعته ومعدي من قدامه، وبكده خلاص المعجزه اللي كان مستنيها حصلت، واتاكد انه ما كانش بيتهيأله او حاجه، ولولا فعلا حقيقيه وموجوده. اهم حاجه دلوقتي في الموضوع انه شافها خلاص، وبعلاقاته عشان هو زعيم مافيا بقى وكده هيبقى سهل خالص بالنسبه له انه يوصل للمكان اللي هي موجوده فيه. ومن الطبيعي بعد ما لقاها يحاول بقى يشوف له اي سكه عشان يقابلها ويتعرفوا على بعض، لكن ماسيمو مش بيعمل اي حاجه طبيعيه، على طول قام بعت رجالته للمكان اللي قاعده فيه لولا عشان يخطفوها ويجيبوها له لحد
حد عنده. لما بتفوق ما بتبقاش فاهمه هي موجوده فين، لكن بتلاقي باب الاوضه مفتوح فبتطلع منه عشان تحاول تفهم ايه اللي بيحصل. بتنزل تحت وبتتصدم اول ما بتشوف صورتها متعلقه على الحيطه، ودي كان ماسيمو خلى حد رسمها له قبل ما يلاقي لولا عشان تفضل موجوده قدامه ويبقى شايفها طول الوقت. فجاه بتبص لقيت ماسيمو واقف قدامها وهي طبعا لسه ما تعرفش ده مين. قعد بقى يحكي لها على كل حاجه حصلت من اول ما شافها، وانه كان معجب بيها وكده، وانه طول ال5 سنين اللي فاتوا كان بيحاول يوصل لها باي شكل، لحد ما لقاها بقى معديه من قدامه وقدر يوصل لمكانها ويجيبها لحد هنا. هي بصله كده ومش فاهمه ايه الجنان اللي عمال بيقوله ده. قالت له انت شفتني عجبتك فخطفتني، الموضوع بالبساطه دي، ومش مهم بقى حياتي ولا اهلي واصحابي اللي انا اختفيت من وسطهم فجاه كده. وقالت له سيبك من كل ده، بس عشان تبقى فاهم انا في واحد مرتبطه بيه وبيحبني وبحب. قال لها ده حبيبك يعني؟ طب بس شوف الصور دي. وابن الذين طلع قافش عليه شويه صور زي الفل وهو بيخونها. هي اول ما شافت الحاجات اللي ماسيمو اداها لها اتصدمت وما بقتش مصدقه. ماسيمو قال لها خلاص ولا يهمك، ما تشغليش دماغك انت خالص، انا خليت رجالتي يخلصوا الموضوع، وسابوا له رساله كانك انت يعني اللي اكتشفت خيانته وسبت له الدنيا ومشيتي. بس هي طبعا اكيد متضايقه جامد من الحاجات اللي عماله بتحصل معاها دي وعاوزه تمشي باي شكل، بس ماسيمو بيمسكها على طول وبيخليها تقعد قدامه، بيقول لها اهدي بقى كده عشان تسمعيني وتفهمي الكلام اللي هقوله لك ده كويس. انت بقى كده هتفضلي موجوده معايا هنا لمده 365 يوم يعني سنه. المده دي عشان تاخدي وقتك انك تحبيني وبمزاجك، انا مش هغصبك على حاجه خالص، والله لو حصل وحبيتيني فهو ده اللي انا عاوزه، وانا بقى من ناحيتي فما تقلقيش خالص لاني هعمل كل حاجه تخليكي تحبيني. بس فجاه وهو بيتكلم غفلته وخدت المسدس منه، وطبعا هو ولا تهز خالص وخد منها المسدس بكل سهوله، لان ده اساسا واحد قلبه ميت وزعيم مافيا، يعني مش هيفرق معاه الكلام اللي هي عماله بتعمله ده. بعد كده بقى ماسيمو بيسيبها ويمشي عشان يشوف الشغل بتاعه، واخوه بياخدها يطلعها الاوضه اللي هي هتقعد فيها. اول ما بتصحى من النوم الصبح بتلاقي انهم عاملين لها اكل جامد، فبتقعد بقى تفطر وتظبط نفسها. بعد كده بيجي لها ماسيمو عشان ياخدها وينزلوا سوا، وهي لما لقيته ميت عليها كده فقالت تستغل بقى الحته دي، خدته معاها عشان تشتري هدوم وحاجات ليها، وهي هنا قصدا ان هي تقل منه وتهزقه قدام رجالته، اللي هي بتقول لهم يعني شوفوا الزعيم بتاعكم اهو، انا مبهدلاه وماشيه معايا ومخليها يشيل الحاجه اللي انا بجيبها. رجالته قاعدين بيبصوا له من تحت لتحت كده، شكله بقى زفت خالص قدامهم، بس هو مش فارق معاه اي حاجه من اللي بتحصل دي، وعنده استعداد فعلا انه يعمل اي حاجه عشان يخليها تحبه. بس هي فجاه كده بتسيبه وتطلع تجري عشان تحاول تخلع منه. اول ما بتشوف 2 من البوليس ماشيين قدامها فبتروح لهم على طول وبتقول لهم ان هي مخطوفه وعاوزاهم يساعدوها. هم اول ما شافوا ماسيمو سلموا عليه وسابوها هي بقى مع نفسها ومشوا. هي دلوقتي مش عاوزه تمشي معاه في اي حته، بس هو بياخدها بالعافيه وبيطلعوا على الطياره بتاعته، لان هو دلوقتي عنده شغل مهم في بلد تانية فلازم يسافر عشان يخلصه. اول ما وصلوا على طول ماسيمو قابل حد وقاعد معاه دلوقتي عشان بيظبطوا الشغل، ولولا موجوده معاه في نفس المكان، هو بس مستني يخلص اللي بيعمله وبعد كده هياخدها ويطلعوا على البيت اللي هم يقعدوا فيه. وزي ما عملت وهزقته قدام رجالته وهي بتجيب الهدوم، نفس الحكايه تاني، بتقعد تعمل في حاجات تخلي شكل ماسيمو مش كويس قدام الناس اللي هو قاعد بيتكلم معاهم في الشغل، وهي بتبقى قاصده تعمل الحاجات دي عشان تزهقه وتخليه يسيبها. بعد كده خلصوا وطلعوا على البيت عشان يرتاحوا شويه لان اليوم كان متعب جدا من السفر والكلام ده. اول ما وصلوا البيت لولا طلعت الاوضه بتاعتها ولقت ان ماسيمو عامل لها مفاجاه حلوه. اول ما ماسيمو كان خطف لولا في البدايه خالص، اخد منها الموبايل واللابتوب بتاعها عشان ما تقدرش ان هي تكلم حد، فاداها الحاجه بتاعتها تاني عشان يحسسها بالامان ويطمنها. واكيد هي دلوقتي طبعا مبسوطه من اللي حصل ده. ماسيمو قاعد تحت عامل جو جامد ومجهز لها عشاء لطيف كده، مستنيها بس لحد ما تخلص وتنزل. هي نازله مبسوطه وشكلها جميل، وبيقعدوا بقى عشان يتعشوا ويتكلموا سوا. وبعد كل الحاجات الحلوه اللي هي شايفه ان ماسيمو بيعملها لها عشان يخليها تبقى مبسوطه، ابتدت ان هي تحن له بس مش قوي، لسه اللي هو حاجه بسيطه يعني. لولا اول ما بتصحى من النوم الصبح بتلاقي ماسيمو بعت لها 2 كده شكلهم مش مفهوم، ودول اللي هيظبطوا لها شكلها والستايل بتاعها، لان ماسيمو عنده حفله مهمه بالليل ولولا هتكون موجوده معاه، فبعت لها ال2 دول لان هو عاوزها تبقى اجمد واحده في الحفله دي. بيوصلوا الحفله سوا وفعلا لولا شكلها بيبقى جامد، عامله ستايل عالمي، جو الحفله جميل وهم بيكونوا مبسوطين لحد ما بتيجي البت اللي ماسيمو كان مرتبط بيها قبل لولا، جت وكلمتها بشكل مش حلو وقالت لها انت بقى اللي كان قالب عليك الدنيا. سلمت عليها كده اي كلام وقالت لها انا اول حب لماسيمو وقبل ما انت تكوني موجوده في حياته اساسا. ماسيمو لقاها عماله بتعك الدنيا كده فقال لها لم الموضوع بقى، اتكل على الله وامشي من هنا. قالت له تمام ما تقلقش ما انا همشي، بس انت لو فضلت على علاقه بيها هقتلها لك. ماسيمو خد كلامها وما اهتمش بيه قوي، بس هو قلق لان لولا هي كل حياته دلوقتي وهي كده بتهدده باغلى حاجه عنده. تاني يوم ماسيمو قال لها ان كمان شويه اخوها يجي عشان ياخدها ويوديها الديسكو اللي هو بتاع ماسيمو اصلا، هو عامله زي بيزنس ليه كده في نفس البلد دي بياكل منه عيش، وهو هيبقى موجود هناك عشان بيظبط شويه شغل كده مع مافيا تانية. بس لولا مش حابه تروح هناك ومش حابه الجو بتاع ماسيمو ده خالص، فقامت لابسه فستان شمال ما ينفعش ان هي تنزل كده خالص، وهي على طول بتعمل كده، بتبقى قاصده تضايق ماسيمو وتخلي شكله مش حلو قدام الناس.
خالص. اخو ماسيمو اول ما لقى الفستان ده اتصدم، قال لها ماسيمو مش هيسيبك ولا هيسيبني، هيخلي ليلتنا سودا لو شافك لابسه الفستان ده. قالت له تعالى بس وفكك منه كده ولا هيعمل حاجه اساسا. اول ما وصلت الناس كلها كانت عماله تبص لها بسبب الفستان اللي هي لابساه ده، وفضلت كمان تعمل حاجات مش حلوه قدام الناس اللي قاعدين مع ماسيمو. شعللت الدنيا وعملت مشكله بسبب اللي بتعمله ده. خلت زعيم المافيا اللي هي العصابه التانيه اللي ماسيمو قاعد يتفق معاهم على الشغل، خلته انه يشوفها شمال ويحاول يعتدي عليها قدام كل الناس. وماسيمو طبعا قلب الدنيا وكان هيموته فيها، واكيد اللي حصل بسبب اللي عملته الزفته لولا دي مش هيعدي بالسهل. هي كانت واخده الموضوع عند في ماسيمو، بس الكلام اللي بتعمله ده ما كانش ينفع خالص، لان ده شغل مافيا وعصابات، يعني العالم دي ما بتلعبش. وماريو قال له كفايه بقى قصه لولا دي لحد كده، وخليها تمشي تروح بلدها تاني عشان تاخد بالك من شغلك اللي عمال يتبهدل منك ده. اتعصب عليه وقال له اظبط كلامك معايا كده ومالكش دعوه بيها خالص. لولا جت وقالت له معلش حقك عليا في اللي حصل ده، انا اسفه ما كانش قصدي الموضوع يوصل لكده. قال لها اسفه ايه بس، هو الموضوع مش بالبساطه دي، انت فاهمه اللي عملتيه ده وصلنا لفين؟ انا بسببك ضربت راجل بالمسدس والطلقه جت في ايده، والموضوع ده شغل مافيا ومش هيعدي. قالت له خلاص انا اسفه هموت نفسي وهخلصك مني خالص. وقامت نطه في الميه وهي ما بتعرفش تعوم. ماسيمو اول ما شافها هتموت قام نزل وراها على طول عشان يلحقها. اغمى عليها من اللي حصل ده، ولما فاقت لقيت ان ماسيمو قاعد جنبها. قال لها يعني ينفع بقى كل القلق اللي انت عاملاه لي ده؟ مش كفايه كده ولا ناويه تعملي فيا ايه تاني؟ وهنا بقى لولا ابتدت تحب ماسيمو بجد، وقالت له ان هي بتحبه وعاوزه تعيش معاه على طول. ماسيمو طبعا بعد الكلمتين دول نسي اي حاجه هي عملتها، وده الكلام اللي هو كان هيموت عشان يسمعه. بعد كده ماسيمو خلى اخوه ياخد لولا ويسافر معاها عشان يوديها بلدها تاني، لانها لو فضلت قاعده معاه فالدنيا خطر عليها، عشان زعيم المافيا اللي ماسيمو ضربه ده مش هيعدي الموضوع. وكمان هو قلقان عليها من البت اللي كانت بتحبه، لانها هددته ان هي هتقتلها، يعني في قلق عليها ومن كذا ناحيه. فكان احسن حل ان هي تخلع من المكان خالص لحد ما الدنيا تهدى. وماسيمو قال لها انه هيجي لها بس شويه كده لما الدنيا تتظبط. لما وصلت اول حاجه عملتها ان هي طلعت على بيت صاحبتها الانتيم، ودي صاحبتها الوحيده واللي كانوا بيبقوا قاعدين سوا طول الوقت. اول ما صاحبتها بتشوفها بتتفاجئ وما بتبقاش مصدقه، لانها ما كانتش تعرف اي حاجه عنها من ساعه ما ماسيمو خطفها. قعدوا سوا بقى يتكلموا وحكت لها على كل حاجه بالتفصيل. بيعدي كام يوم ولولا بتنزل هي وصاحبتها يظبطوا نفسهم ويعملوا لهم ستايل جديد، وبالليل بيطلعوا على مكان لطيف عشان يسهروا فيه. قاعدين سوا مبسوطين، بس كان في واحد بيلاغي صاحبتها، فقامت مشيت وسابتها عشان تقعد معاه. اول ما صاحبتها مشيت على طول لقت في وشها مين؟ الواد ابو دهنه الناطع اللي هي سبحان الله كانت مرتبطه بيه. قعد يقول لها حبيبتي انت كنت فين، ما تزعليش مني، وشويه كلام اونطه كده. قالت له بطل بقى الشغل بتاعك ده، انا ولا طايقه ابص في وشك النتن ده اساسا، انت يالا بتخون انا. وقامت سايباه وسايبه له المكان كله وطلعت على البيت بتاعها اللي هي قاعده فيه دلوقتي. بس مفيش فايده في غزاله اهله، جالها قدام الباب قبل ما تدخل الشقه، وقعد تاني يقول لها معلش يا حبيبتي سامحيني انا ما عملتش حاجه والموضوع كله متلفق لي، ما تصدقيش الكلام ده وانه ما خانهاش وكده. وفجاه لقوا ماسيمو في وشهم كان قاعد جوه وسمع كل حاجه، وبيقول له انا مش فاهم الهلفطه اللي انت بتقولها دي، انت عاوز ايه؟ ولولا عشان تضايق ماسيمو انه غاب عليها الوقت ده من غير ما تعرف عنه اي حاجه، بقت قاعده تشد في الواد وتقول له تعالى خش اقعد معانا وكده. هو اول ما شاف ماسيمو قطع الخلف، ما نطقش بولا كلمه، خد بعضه ومشي. قالت له يعني كده ينفع ان انت تبقى بعيده عني طول الوقت ده وما تجيش على طول؟ لا والله يا حبيبتي غصب عني، انا كنت عاوز اجي اكيد بس لغايه ما خلصت المواضيع والمشاكل اللي كانت هناك. فخلاص يعني فهمت انه كان غصب عنه والدنيا مشيت ما بينهم. ماسيمو دلوقتي خد لولا ونزلوا عشان يشتري لها الفستان اللي هي تحضر بيه فرح صاحبتها. وصلوا الفرح وهناك ابو لولا وامها كانوا موجودين. لولا قالت له على ابوها وامها لما يجوا يسالوك انت شغال ايه اوعى تقول لهم بقى جو المافيا والكلام ده، قول لهم اي شغلانه عاديه تبقى حاجه محترمه عشان ما تبهدلش الدنيا معاهم. جم اتعرفوا بيه وسالوه انت شغال ايه، فقال لهم انه زعيم مافيا. خدوا الموضوع بضحك وانه اكيد بيهزر، وامها كمان بتهزر معاه فقالت له يبقى انت هتبقى اول زعيم عصابات ومافيا في العيله بتاعتنا. طبعا الكلام ده ولا هزار ولا نيله، وهو زعيم مافيا بجد. هم هيستوعبوا الكلام ده بس بعدين. صاحبتها وهي ماشيه بترمي بوكيه الورد ولولا هي اللي بتمسكه، كلهم بيبصوا لها ويسقفوا لها ان هي بقى اللي عليها الدور في الجواز. وفعلا لولا وماسيمو خلاص هيتجوزوا، وهي دلوقتي نزلت مع صاحبتها واخو ماسيمو عشان يجيبوا لها الفستان بتاعها، ودخلت بالفستان شكلها كان جامد. بعد ما جابوا الفستان وهم في الطريق وقفوا بالعربيه ونزلت هي وصاحبتها عشان كانت عاوزه تقعد تتكلم معاها في موضوع مهم. قعدت تتكلم معاها وقالت لها ان هي دلوقتي في مشكله عشان حامل من ماسيمو قبل الجواز، وعاوزاها تشوف لها حل في الموضوع ده، لان ماسيمو ما يعرفش اي حاجه لحد دلوقتي عن موضوع الحمل. حمله قبل جواز والدنيا عندهم في البتنجان خالص.
خالص. المهم صاحبتها قالت لها ما تقوليش لماسيمو اي حاجه وهنبقى نشوف حل للموضوع ده بعدين. بعد كده بيمشوا بالعربيه تاني عشان يكملوا طريقهم للبيت. ماسيمو بيكلم لولا في التليفون، هو متابع معاها عشان يشوفها بقت فين دلوقتي، وخلاص بقى هما يتجوزوا فعمالين بيحبوا في بعض والدنيا عسل، عمالين بيتكلموا سوا. بس اول ما العربيه بتاعتها بتدخل في نفق كده موجود في الطريق اللي هي ماشيه فيه، صوتها بيسكت خالص. ماسيمو موجود معاها لسه على التليفون بيحاول يكلمها ما بتردش عليه. قلق جامد عليها لانه حس ان ممكن يكون بيحصل لها حاجه مش كويسه، وطبيعي انه يقلق عليها لان ممكن يكون حصل لها حاجه عشان في كذا حد عاوز يخلص منها، زي البت اللي كانت بتحب ماسيمو وزعلت انه سابها عشان لولا وقالت له ان هي هتقتلها له، وزعيم المافيا اللي ماسيمو كان ضربه وعلم عليه لما كانوا في الديسكو بسبب اللي عمله مع لولا، هو كمان قلب عليهم الدنيا وعاوز ينتقم منهم. ماسيمو دلوقتي خايف ان ممكن خلاص لولا ماتت وضاعت منه ومفيش في ايده اي حاجه يعملها، فعلى طول وقع في مكانه من الصدمه اللي هو فيها. والحمد لله الدنيا جت سليمه ولولا طلعت زي الفل من الحادثه اللي عملتها، ما حصلهاش اي حاجه، بس هي كانت حامل وبعد الحادثه الحمل ده ما بقاش موجود. وماسيمو كده كده هي ما كانتش قايله له اي حاجه عن موضوع الحمل ده، هي بس صاحبتها اللي كانت فاهمه كل حاجه. ماسيمو كان قاعد معاهم فهي استنت شويه لحد ما مشي، وقعدت بقى تتكلم معاها عشان تطلعها من الحاله اللي هي فيها وتخليها تنسى موضوع الحمل. وكمان الليله دي ما ينفعش فيها اي نكد خالص لان هي وماسيمو هيتجوزوا خلاص، فلازم حالتها تبقى كويسه. هي كانت حامل قبل الجواز، عندهم الدنيا ملخبطه شويه. هما دلوقتي بيتجوزوا وسط اصحابهم وحبايبهم والناس كلها مزقططه. قعدوا لهم ليله ولا حاجه في المدينه بتاعتهم، بعد كده خدوا بعضهم وطلعوا عشان يقضوا شهر العسل ويلفوا العالم. شهر العسل بتاعهم كان حاجه جامده جدا لان ماسيمو بيحبها قوي وطول الوقت بيعملها كانها الملكه بتاعته. اتفسحوا وانبسطوا وخلصوا العسل بتاعهم. هو الجو كان جامد بس ماسيمو ما كانش ينفع يطول عن كده لان بعد ما ابوه كان اتكل على الله ومات، هو اللي بقى ماسك شغل العصابه ومصالح العيله كلها في ايديه، فلازم دلوقتي ياخد لولا ويروحوا تاني المدينه بتاعتهم عشان يشوف دنيته ومصالحه اللي هناك. وصلوا المدينه بالسلامه وطلعوا على بيت العيله بتاعت ماسيمو، وهناك اخوه قاعد معاه في نفس البيت، ولقوا ان في مفاجاه خفيفه كده حصلت. اخو ماسيمو اللي بيساعده في كل حاجه في شغل العصابه وصاحبه لولا هما الاتنين بقوا دلوقتي مرتبطين، ودي كانت مفاجاه على ماسيمو ولولا لان ما بين اخوه وصاحبتها ما كانش في اي حاجه باينه، وقالوا لهم ان هما دلوقتي خلاص كلها ايام وبيظبطوا للحفله اللي هيرتبطوا فيها قدام كل الناس. ماسيمو قال لهم تمام زي الفل، انا هبقى اظبط كده يوم نطلع فيه كلنا نتفسح ونحتفل بالمناسبه دي. دلوقتي ماسيمو خد اخوه ومشي عشان هو عاوز يقعد يتكلم معاه ويفهم منه ايه الحاجات اللي حصلت في الشغل في الوقت اللي ما كانش موجود فيه. بعد كده بكام يوم ماسيمو ظبط الدنيا لولا وصاحبتها عشان يطلعوا يتفسحوا، بس هو واخوه ما كانوش موجودين معاهم لان كان عندهم شويه شغل مهم كده بيخلصوه. في الوقت ده الدنيا ابتدت ما تبقاش حلوه ما بين ماسيمو ولولا، هي حاسه ان على طول دماغه في الشغل وما بقاش مهتم بيها زي الاول. اتكلمت معاه وقالت له على كل الحاجات اللي هي متضايقه منها، وقالت له يعني انت عملت المستحيل عشان تخليني احبك واتجوزك، ودلوقتي بقى بعد ما انت وصلت اللي انت عاوزه مطلعني من دماغك خالص ومخلي وقتك كله للشغل. لما انت فاهم انا اللي ماسك كل شغل العصابه فمش هسيب بقى مصالحي ودنيتي واقعد جنبك في البيت. قال لا ما تقلقيش هنبقى نظبط كده ونتكلم في الموضوع ده بعدين، بس انا عندي شغل دلوقتي هخلصه واجيلك. هي دلوقتي قاعده في البيت مش طايقه نفسها ومزاجها مش حلو خالص. في اللحظه دي لقيت في حد جاي ما تعرفوش فسالته انت مين؟ قال لها انا الجناين الجديد اللي جاي اظبط لكم الجنينه. فقالت له تمام بس انا ما شفتكش قبل كده يعني. قال لها ما اكيد طبعا ما شفتنيش قبل كده، ما انا بقول لك انا الجناين الجديد، جوزك لسه باعتني من شويه عشان اظبط لكم الدنيا في الجنينه. قعدوا يتكلموا مع بعض وقال لها ان اسمه ناتشو، ده اسم العيله بس هو بيحبه، وهي قالت له ان اسمها لولا واساسا من بولندا بس سايباها بقى لها مده. وقعدوا بقى ياخدوا ويدوا في الكلام شويه. بعد كده قال لها خلاص تمام انزل بقى عشان اشوف الشغل اللي عندي واحنا كده هنتقابل ونتكلم تاني. قالت له تمام اكيد هنتقابل تاني وكده، وهي واضح عليها جامد ان شكلها معجبه بيه. لولا وصاحبتها هم دلوقتي موجودين في مكان يظبطوا فيه نفسهم ويجيبوا هدوم للحفله بتاعت بالليل، لا الحفله اللي عاملها اخو ماسيمو عشان يرتبط بصاحبه لولا. الحفله ابتدت والناس كلها مبسوطه، وفي لحظه جميله كلها رومانسيه اخو ماسيمو بيقدم لها الدبله، وهي كانت مبسوطه جامد طبعا ومش مصدقه نفسها من اللي بيحصل ده. هما بقى كانوا عازمين كل اصحابهم وحبايبهم، الناس كلها مزقططه والدنيا جميله. بس على طول الدنيا بتتقلب اول ما لولا بتلمح ماسيمو واقف كده بيتكلم مع واحده هي ما تعرفهاش، فشكت ان في حاجه مش تمام بتحصل. قعدت متابعاهم بتحاول تفهم في ايه، وفجاه كده اختفوا من قدامها ودخلوا جوه. لما شافت اللي بيحصل ده قلقت زياده وطلعت له، وفعلا الشك بتاعها طلع مظبوط، وقفشت ماسيمو وهو بيخونها مع الست اللي كان واقف معاها. ما استحملتش اللي شافته ده واعصابها باظت خالص.
خالص. على طول طلعت تجري من الصدمه اللي هي فيها ونزلت تحت، لقت ناتشو في وشها. اول ما شافته قالت له انه ياخدها بسرعه ويمشيها من المكان ده. هي دلوقتي موجوده مع ناتشو في البيت بتاعه، قاعدين يتكلموا شويه وقالت له ان البيت مكانه جميل وكده، فسالته اذا كان البيت ده بتاعه ولا ايه، فقال لها لا ان البيت ده اساسا بتاع ابوه. وقعد يتكلم معاها عن اخته ان هي متجوزه وقاعده في مكان تاني، وان هي دلوقتي حامل وهتيجي تقعد معاه اليومين الجايين دول. وقال لها انا واثق لما تشوفيها هتحبيها وهتبقوا صحاب لان شخصيتها فيها شبه منك. اخت ناتشو خلاص جت ونزلوا كلهم مع بعض عاملين كده جو حلو وقاعدين على البحر. اخت ناتشو قالت لها ان هي شايفاهم لايقين على بعض وممكن يبقوا مرتبطين. قالت لها لا ارتباط ايه، انا حياتي صعبه وفيها مشاكل جامده مش هينفع ان ناتشو يدخل فيها وكده. ناتشو جه قعد جنبها وهو كله ميه عشان يغتت عليها ويخليها تتبل. قالت له فيها ناتشو مالك انت اتطلت ولا ايه؟ وغتت عامل زي الجلام في كده، قام واخد منها العصير بتاعها شرب منه بقين واداهولها تاني. ده حتى ضحكته ضحكه سامجه انا فاهمها، انا فاهم الاشكال دي. هما قاعدين هنا عمالين بيمهيصوا مع بعضيهم والدنيا جميله، والناحيه التانيه ماسيمو هيتجنن لان لحد دلوقتي هو مش فاهم هي اختفت فين. وهي في الطريق مع ناتشو بعتت رساله بصوتها لامها وفهمتها ان هي سابت البيت ومشيت ومش عاوزه تكمل مع ماسيمو تاني لانها خلاص بقى زهقت من الحاجات اللي بيعملها ومش قادره تستحمل اكتر من كده. وما قالت لهاش اي حاجه عن المكان اللي هتبقى موجوده فيه. وبعد ما بعتت الكلام ده قامت راميه التليفون خالص. الموضوع زاد خالص والدنيا حلوت، بقى في استلطاف اكتر ما بين لولا وناتشو لان هي مطمنه له وطول الوقت قاعدين سوا وهو واقف معاه ومش سايبها خالص في الحوارات اللي عندها دي. هي قاعده دلوقتي مع ناتشو واخته، بس ناتشو قال لها انا هسيبك 5 كده اخلص حاجه واجيلك على طول. هي قلقت لما سابها ومشي وبتبص عليه لقيته واقف تحت عمال بيتكلم كده مع واحد وشكلهم بيتفقوا على حاجه كده مش طبيعيه وهي مش مطمنه خالص. بالليل وهي نايمه صحيت من النوم مخضوضه وشافت ناتشو وهو ماسك واحد في البيت عنده وعمال بيتخانق معاه. هي الصبح كانت قلقانه بس بعد اللي شافته دلوقتي فالموضوع زاد معاها جامد. دماغها قعدت تودي وتجيب وابتدت تفهم ان في حاجه مش تمام. كلمت مع ناتشو وقالت له انت قلت لي ان انت جنايني، الموضوع ده مش داخل دماغي، دي مش حياه واحد جنايني خالص، انت معاك فلوس وغني وكده. قال لها هو في الحقيقه موضوع الجنايني ده كان اي كلام انا بقوله لك. لو انت فاكره اول ما قابلتك كنت قلت لك ان اسم ناتشو ده هو اسم العيله، وعيلتنا هي اللي بتنافس عيله جوزك في شغل المافيا والعصابات، والمشاكل اللي ما بيننا ملهاش نهايه. قالت له يعني كل اللي انا كنت فيه ده فيلم؟ لا تمام، ممكن تكون كل حاجه كانت مترتبه الا حاجه واحده، الحب اللي انا حبيتهولك ده كان بجد. قالت له طب بص كفايه بقى عشان اللي انا فيه ده صعب اي حد يستحمله. قال لها طب بصي احنا كده كنا هنمشي دلوقتي لان في اجتماع عند ابويا وجوزك هيبقى موجود هناك. قالت له خلاص ماشي عشان ننتهي بقى من اللعبه دي.